السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. غبرت عليكم بزاف، سمحوا لي لان الظروف ديالي كانت اقوى. الناس اللي متبعيني في الانستغرام راه عارفين كل شيء. ودابا الغزالات باش ما نطولوش بزاف غادي نقدم لكم هاد الفريزي، هاد الحلوى الاكثر من رائعة اللي سهلة جدا وكتجي بنينة ما تشبعوش منها. زينتها بعلم المغرب بمناسبة تأهل المنتخب المغربي للنصف النهائي لكأس العالم، والصدى الحمد لله الطيب اللي خلاو عند جميع شعوب العالم، ورايتنا اللي أصبحت مشهورة أشهر من نار على علم الحمد لله. ففضلا وليس أمرا، إلا عجبتكم أو إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك وتبارطاجيوه على أوسع نطاق، باش على الأقل الناس اللي متبعيني وما بقاوش كيتوصلوا بالفيديوهات ديالي يعني يقدروا يشوفوه. فغادي نتمنى لكم فرجة ممتعة، وغادي ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نقبطوا كيلو الا ربع ديال الفريز اولا الفراوله، غادي نغسلوها بالماء والخل مزيان، ثم غادي نوضعوها تستقطر. بالنسبه للكريمه في كاسرول غادي نديروا 400 مليلتر ديال الحليب، غادي نديروه على النار حتى غادي يسخن. من بعد في اناء غادي نديروا بيضتان واصفر بيضه، غنديروا 150 غرام ديال السكر ما يعادل كأس ديال العنبه. غادي نخلطو مزيان، ممكن نسمو هاد الكريمه باي حاجه كتعجبنا. غادي نضيفو 60 غرام نشا الذره ما يعادل كأس الا ربع. طبعا غادي نخلوها باش ما نحصلوش على الحبيبات، ونضيفو عليها الحليب اللي سخن كميه قليله حتى نخلطو الكل مزيان، عاد نضيفو الكميه الاخرى. من بعد نردو الخليط ديالنا على النار حتى غادي يعقد. اكيد ان الكل كيعرف يصاوب كريمه الكاسترد. منين غادي تعقد بحال هكا غادي نحيدوها من على النار. هنا عندي 150 غرام الزبده، غادي ندير نصف الكميه فقط يعني 75 و75 غادي نخليها حتى من بعد. غادي نحركو مزيان حتى غادي يرجع لنا واحد القوام اللي هو كريمي على هذا الشكل هذا. ثم غادي نوضعوا الكريم باتيسير ديالنا في واحد الطبسيل، وغادي نديروا عليها بلاستيك الغذائي او كونتاكت يعني على الوجه باش نتفاداو القشره، ثم ندخلوها للثلاجه حتى تبرد مزيان. وهنا غادي نمشيو نوجدو لا جينواز ديالنا اللي غادي نحتاجو فيها 3 ديال البيضات، 100 غرام ديال الدقيق ما يعادل كأس ديال العنبه، 100 غرام د السكر، قبصه ملح والفاني. في اناء اولا في طراب كهربائي غادي نديرو البيض، السكر، الفاني والقبصه ديال الملح، وغادي نطربوهم مزيان حتى غادي يضاعف الحجم ديالهم ويصبحوا بواحد القوام كريمي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نحيدو الطراب الكهربائي بصفه نهائيه، وغادي نضيفو الدقيق ديالنا منخول بشويه بشويه مع التحريك من الاسفل الى الاعلى على هذه الطريقه هذه حتى كندخلوا الكميه كامله ديال الدقيق اللي عندنا. انا هنا غنزرب شويه الفيديو باش ما يجيش طويل. من بعد غادي نقسم هذا الخليط هذا على جوج يعني على 2 باش ندير جوج ديال لي جينواز متساويين. هنا في واحد الصينيه عليها ورق الطبخ غادي نديرو واحد الكادر فيه 24 سنتيم مدهون بالزبده، وغادي نديرو عليه كميه من لا جينواز وغادي نسرحوها مزيان باش تكون متساويه. ثم غادي ندخلوها الفرن اللي عاد سخنته دابا عاد على 180 درجه من الاسفل والاعلى، اولا ديروا حراره دائريه للمده ديال 10 دقائق، مهم من 8 ل 10 دقائق حتى كيصبح اللون ديالها على هذا الشكل هذا. غادي نخرجوها، غادي ندير واحد سباتول ولا شي خشب ولا شي حاجه باش تحيدوا لا جينواز من الكادر، لان باقي غادي نستعملوه في الجينواز الاخرى. غادي نعاود نفس العمليه ونتلاقاو. هنا من بعد ما طيبتهم بجوج غادي نحيدهم من الورق باش غادي يبردوا ياك، وغادي نقلبهم. تقدروا ترشوا شويه السكر وتحطوها ماشي مشكل. انا هنايا دابا غادي نمشي نجبد لا كريم ديالي اللي غادي تكون بردات. لا بغيتو تسرعوا العمليه ديال التبريد ديروها في الكونجيلاتور، المهم انا هنا لقيتها بارده حيت كنت ما مزروباش. هنايا قبضت الكميه اللي بقات لي الزبده خاصها تكون بارده البنات، وفي نفس الوقت تكون هكا ملي كديروها في الصباع ديالكم تكون هكا كترجع بوماد. ما خصهاش تكون بارده اكثر من القياس وما خصهاش تكون سخونه باش الكريمه تنجح معكم. يعني هنا الا قصت باليدين ديالي لا كريم وقص الزبده غادي نلقاهم
عندهم نفس درجة الحرارة. هنا غادي نقبض طراب كهربائي وغادي نبقى كنخلط في هذيك لا كريم باتيسير مع اضافه الزبده بطبيعه الحال بشويه بشويه. هنا بنتي ريهام كانت كتساعدني. صافي الزبده كتدخل لينا في لا كريم وكتجي معتبره من داكشي الرفيع. الا كانت بارده بزاف ولقيتو ان خلات لكم الحبيبات في لا كريم ممكن تستعملوا داك الميكسور بلونجون. هنا لا كريم ديالي واقفه غزاله رائعه. غادي نقبط لا جينواز ديالي، غادي نحطها هكا في واحد الطبسيل اولا في شي حاجه اللي مستقيمه، وغادي ندير الكادر ديالي كيف ما قلت لكم فيه 24 سنتيم. غادي نزيرو مزيان وغادي نبقى ندهن بالسيرو. السيرو هنا درت فيه كاس ديال الماء وكاس ديال السكر وغلا مزيان حتى قرب يعقد، وضفت له شويه د الحامض. هنا الفراوله ديالي قسمتها على جوج. هي النصيحه اللي نقدر نعطيكم هي ان الفراوله اولا الفخاز خاصكم تقطعوه متساوي باش الفخازيه كيجيكم في المنظر زوين. هنا واخا ما كانوش عندي دي فخاز اللي هما قد وداكشي، ولكن حاولت انني نقطعهم باش يجي المنظر ديالهم جميل. هنا استفت لي فخاز كاملين، ثم غادي نقبط واحد 2 معالق كبار تقريبا من الكريمه وغادي نبقى كنوزعها هكا على لا جينواز بهذا الشكل هذا، وكنحاول ندخلها مزيان بين كل فخاز وفخاز. هنا غادي ندير الفخاز ديالي مقطع مربعات صغار كيف ما كتلاحظوا. غادي نثبتو بيدي، نضيفوا كميه ديال الكريمه نسرحوها مزيان ونحتفظوا بواحد 3 ديال المعالق كبار حتى الاخير. نصيحتي لكم في هذه المرحله هي انكم توزعوا الكريمه مزيان في الجوانب باش تدخل ما بين فريزه وفريزه، يعني ما بين فراوله وفراوله، باش كيجي هذاك لو روندو نيت ولا فينيسيون كتكون رائعه ومقاده. هنا من بعد ما كملت غادي نقطع لا جينواز ديالي واحد شويه بالقطعه ديال البيتزا، تقريبا غير 1 سنتيم ولا 2. رديتها تقريبا فيها واحد 22 سنتيم غير باش كتجينا مقاده. هانتوما غادي تشوفوا. غادي نحطوها هكا على لا كريم وغادي نسقيوها بالسيرو اللي عندنا. تكيو مزيان بيديكم البنات باش داك لا كريم كتوزع. صافي من بعد ما كنسقيوها غادي نديرو دابا لا كريم اللي خلينا. قلت لكم خليو واحد 3 حتى 4 ديال المعالق. هنا كذلك كنوزعوا لا كريم مزيان مزيان بالملعقه كيف ما كتلاحظوا باش كيجي داكشي مقاد وزوين. صافي غنستعمل هنا واحد سباتول وغادي نقادها وغادي ندير عليها بلاستيك غذائي وغادي ندخلها للمجمد واحد 3 ديال السوايع. ممكن ديروها في الليل تخليوها حتى الليله كامله ماشي مشكل. هنا من بعد ما دخلتها وداز الوقت خرجتها تقريبا شي 4 ديال السوايع هكاك، لقيتها تجمدات. غادي نقبط واحد الزيف وغادي نبلو بالماء ونبقى نمسح هذاك لو كادر باش يسهل عليا لو ديمولاج. احسن حاجه في الفخازيه هو انه منين تزينوه وكلشي خليوه يطلق على خاطرو عاد كلوه، ما تاكلوهش مجمد نهائيا البنات. هنا غادي نرجعوا للمجمد لان كان غراضي بالاطار. هنا عندي 250 غرام ديال عجينه اللوز فيها 50% لونتها بالملون احمر، وغادي نطلقها اما على السيليكون او لا تلقوها على طاولة العمل بالاستعانة بالسكر الناعم باش ما تلصق لكمش على طاولة العمل ولا على الدلاك ديالكم. هنا غادي نطلق فيها تقريبا واحد 22 سنتيم على حساب هذاك القياس اللي درت في لا جينواز. يعني غادي نقطع انا بنفس الكادر باش ما ندوخكمش. صافي غادي ندير هنا شويه ديال السكر ماشي بزاف باش كيبقى اللون ديالها هو هذاك، ودائما تبقاو يعني تحديوها هكا بيديكم باش كتبقى ملساء وكتكون لامعه وزوينه. صافي هنا الكادر ديالي غادي نقطع بنفس القياس وغادي نحطها على الفريزيه ديالي. واحد لاستيوس البنات، دائما ملي يكون عندكم الحلوه مجمده استغلوا الفرصه وبقاو كتقادوا فيها بحال هكا. الا بانت لكم ان شي طالع شي هابط، هذا احسن حل باش كتحصلوا على واحد الحلوه اللي نات. ممكن انكم ديروا عليها الغناش، ديروا عليها عجينه السكر، اي حاجه كتكون مقاده. صافي هنا غادي نوضع عجينه اللوز ديالي، غادي نحاول نسرحها مزيان مزيان ونحاول نبقى هكا ندير بيدي بحال هكا باش ما كيبانوش يعني اصابع ديالي فيها.
هنا غادي نزينها بالنجمه الخضراء اللي صاوبتها بعجينه ديال اللوز، حتى هي لونتها بملون اخضر ودرت عليها هكا دي بيغل في الخضر، خليتها تنشف واحد شويه وعاد غادي نحطها. صراحه كلشي عجباتهم. وبالنسبه للتزيين البنات كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ممكن انكم تخليوها غير بيضه، ممكن انكم ديروا غناش ديال الشوكولا، ممكن انكم ديروا اي حاجه نتوما بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. في راس العام ممكن انكم ديروها هكا حمراء وتزوقوها بدي سابان ولا شي حاجه، على حسب نتوما الاختيار ديالكم. هذيك نصاوبتها مربعه في 2014. الوقت كيمر بسرعه سبحان الله، كانت جات هائله على شكل مربع. فتنتوما جربوها وردوا عليا الخبار، وبسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.